صدمة كبيرة وغير متوقعة لجماهير القلعة البيضاء. مش هتصدق لما تعرف إن لاعب نادي الزمالك زيزو وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 4 سنين مقابل 30 مليون جنيه في الموسم قبل انطلاق معسكر المنتخب، وهيتنقل للأهلي في الميركاتو الصيفي الجاي، خصوصا إن عقده مع الزمالك هينتهي بنهاية الموسم الحالي ومن حقه يوقع لأي نادي في الوقت ده. والد زيزو حصل على 20 مليون جنيه عمولة انتقال زيزو للنادي الأهلي، ومش بس كده، اللاعب هيكون واجهة إعلانية لمشروب من مشروبات الطاقة مقابل 10 مليون جنيه سنويا، وهيتواجد مع الأهلي في قائمة كأس العالم للأندية. لكن يا ترى إيه السر إنه ما جددش عقده تاني مع الزمالك؟ جماهير الساحرة المستديرة تابعوا الفترة اللي فاتت ملف تجديد عقد زيزو نجم الزمالك اللي سيطر على سطح الأحداث الكروية داخل القلعة البيضاء، لكن للأسف ما وصلوش لنقطة اتفاق بين الطرفين، والسبب الخلاف على المقابل المادي اللي كان زيزو بيتقاضاه. وانتشرت وقتها أخبار إنه طلب 80 مليون جنيه في الموسم غير 50 مليون جنيه منح التعاقد، في الوقت اللي شاف فيه مسؤولين نادي الزمالك إنه رقم مبالغ فيه. وانت بقى إيه رأيك في انتقال زيزو لنادي القلعة الحمراء؟